سلام بنات، نتمنى تكونوا بألف خير وعلى خير، ومرحبا بكم من جديد في قناة هواة ومآسيل. غادي نشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا فلان رويال باللوز، كيجي اكثر من رائع. تقدروا تقدموه في المناسبات وفي العراضات ديالكم، شي حاجه ديال تحميره الوجه. كيتحضر بسرعه وبدون مجهود، لذيذ بزاف. نتمنى تجربوه، انا متاكده غادي يعجبكم بزاف. فبلا ما نطول عليكم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو باش نحضروا هذا الفلان، عندي هنا لتر ونصف من الحليب، لتر من الكريمه السائله استعملت هذه اولالا، ساشي وحده من فلان رويال، 4 فلانتشينو، كاس من اللوز اللي كنسلقوه ونفسخوه وكندهنوه شويه الزيت ونحمروه في الفرن او كتقليوه في الزيت اللي بغيتو، بعد كطحنوه حتى كيرجع على شكل بودر. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. نمشيو نشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه غنحضروا الكراميل. هنا عندي كاس العنبه من السكر، كنوضعوه على نار مهيله تماما ونخليوه حتى يذوب على خاطرو على هذا الشكل. من بعد كنفرغوه في طاوله اللي غنعملوا فيها الفلون ديالنا. كنحاولوا نوزعوا داك الكراميل في المول كامل وحتى في الجوانب بهذه الطريقه صافي، ونخليوه جانبا ونمشيو نكملوا باقي المراحل. طنجره كبيره كيف ما كتشوفوا ضعت داك 4 فلانتشينو، من بعد كنضيف عليهم فلان رويال، ثم اللوز اللي طحنت، وغادي نضيف عليهم شويه د الحليب، غير واحد 4 لتر من الحليب غير باش نطحنوا داك النواشف. من بعد كنطحنوا الخليط ديالنا مزيان بالميكسور حتى كينسجموا العناصر مع بعض كيف ما كتشوفوا، ونتاكدوا ان الخليط ديالنا ما فيه حتى شي تكتلات. صافي، ونضيف باقي المكونات. كنضيف الحليب المتبقي، ونضيف الكريمه، صافي. ونخلط هاد المكونات مع بعض ونوضع الكل على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى كيغلى الحليب، ونطفي على الخليط ونفرغه في المول اللي وضعنا فيه من قبل الكراميل. وكيف ما لاحظتوا ما ضفت حتى معلقه السكر لانه فلان رويال كيكون اصلا حلو، زائد الكريمه حلوه بزاف مع مذاق اللوز كيجي هو هذاك في الحلاوه. ما كنضيفش انا نهائيا السكر، وانتم كيبقى لكم الاختيار. اللي كتبغي حلاوه بزاف تقدر تضيف واحد المعلقه كبيره حتى لجوج السكر. صافي، والفلان ديالنا ها هو واجد. غادي نخليه يبرد شويه غير في الكوزينه، من بعد ندخلو للثلاجه حتى يبرد تماما على الاقل واحد 6 ساعات او ليله كامله، ونقدموه هو بارد. وهذا هو الفلان ديالنا من بعد ما برد تماما، وزينته باللوز ايفيلي كيف ما كتشوفوا بعد ما حمرته شويه، وزينته بخطوط من الكراميل. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي رائع لذيذ بزاف. نتمنى تجربوه، كيستحق التجربه ديالكم. غادي نقطع معكم واحد الطرف تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي داك اللوز باين في الفلون ديالنا، كيجي الشكل ديالو روعه، وحتى في المذاق لذيذ بزاف.
فهنا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، والى عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو. شكرا على المتابعة، وملتقانا في فيديو جديد مع وصفة أخرى إن شاء الله.